السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. والنهاردة إن شاء الله هنعمل طاجن رز معمر ينفع جنب المشاوي والكفت بمناسبة العيد. شكله يا جماعة تحفة ووش بقى ولا بتاع الفرن البلدي. أول حاجة محتاجين معلقتين سمنة كبار وطاجن فخار، هندعك بيهم الطاجن كويس جدا من جوانب ومن تحت عشان الرز ما يلزقش في الطاجن. نغلفه كويس جدا. محتاجين دلوقتي كوبايتين رز مصري مغسول ومنقوع، هنضيف عليهم 3-4 معالق قشطه بلدي، ممكن لو مش متوفر ممكن نحاول نكون محوشين قشطه من وش اللبن، ونبدا ندعك بيهم الرز كويس جدا بحيث كل رزايه تتغلف بالقشطه ويبقى مفرفر ومش معجن. الرز المعمر يعني قشطه زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده كده. الكوبايتين رز محتاجين 3 كوبايات لبن داخل فيهم الميه، يعني مش هيبقوا 3 كوبايات لبن صافي. احط على اللبن معلقه ملح كبيره واقلبها كويس، وبعد كده هدخل الطاجن تحت الشوايه ياخد لون، وبعد كده اشغل من تحت ويبقى بالمنظر ده. ريحته يا جماعه وطعمه خطير. طبعا يا جماعه ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه، وكل سنه وانتم